مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز والقناة الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع. في البداية متابعينا الكرام ما تنسوش تعملوا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يستضيف بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي نظيره الزمالك في قمة من قمم كرة القدم المصرية التي ستقام لحساب الجولة العشرين من منافسات الدوري المصري الممتازة. ولا يزال الزمالك في فترة عصيبة على مختلف الأصعدة بعد الخسارة من الترجي والتي تزامنت مع سجن رئيس النادي مرتضى منصور وغموض مستقبل النادي من الناحية الإدارية. أما بيراميدز بقيادة مدربه باتشيكو يسعى للاقتراب من المتصدر الأهلي مستغلا حالته المميزة التي كللها بالانتصار على اسكو كارا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 32 نقطة في حين يأتي بيراميدز بالمركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن الأهلي ولكن مع مباراتين أقل للنادي الأحمر. أما عن موعد المباراة يلتقي الزمالك مع بيراميدز مساء يوم الجمعة الموافق 3 مارس 2023 على استاد الدفاع الجوي. وستنطلق الصفرة بداية المباراة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 7 مساء بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا والسودان ولبنان وليبيا، 8 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين واليمن، 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. أما عن القناة الناقلة للمباراة ستنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شاشة قناة اون تايم سبورتس اتش دي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتازة، وستذاع المباراة بالتحديد على قناة اون تايم سبورت اتش دي 1. أما عن معلق المباراة سيتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة المعلق المصري الشهير حاتم بطيشة. أما عن تشكيل الفريقين تشكيل الزمالك من المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي فيريرا المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى محمد عواد، في خط الدفاع حمزة المسلوسي، محمود شبانة، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي، في خط الوسط نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روى، سيف جعفر، في خط الهجوم أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، أحمد بالحاجة. أما عن تشكيل بيراميدز سوف يدخل المدرب باتشيكو المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى أحمد الشناوي، في خط الدفاع أحمد فتحي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي، في خط الوسط وليد الكارتي، بلاتي توري، عبد الله السعيد، في خط الهجوم فخر الدين بن يوسف، فخري لقاي، مصطفى فتحي. متابعينا الكرام نحن في انتظار آرائكم في التعليقات ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.